جاهزين؟ يلا بينا. محمد رمضان محمود حجازي. مفيش مستحيل. لسبب مش قادر افهمه، ليه الناس بتكره محمد رمضان؟ بص هقولك، اي حد شايف ان محمد رمضان فنان متكبر ومغرور والكلام ده يروح يسمع اللقاء ده. اسمع اللقاء ده وبعدين تعالى قول رأيك. مش ببالغ لو قلتلك ان اللقاء ده غير نظرتي تماما عن محمد رمضان بجد، وبغض النظر تماما عن الصورة اللي الاعلام مصدرها عن محمد رمضان. هو ما لقاش حد يلمه. مفيش حد يمكن انه يقول على نفسه احسن واحد، لكن اول ما يقول ده يبقى الحقيقه هو اخر واحد. برضه غرورك يصور لك انك ممكن تعمل اي شيء ويعدي. محمد رمضان اتبرعت. الهجوميه بقت ابتذال. لا مفيش الكلام ده. هو شخص ناجح ومثقف ومركز في طريقه، على الأقل ده اللي احنا شايفينه. وخلي عندك ثقة في الله. ثقة في الله نجاح. ان مفيش بني ادم على الارض ولا عنده باور على الارض الا عدو واحد بس يقدر يمنعك عن تحقيق اهدافك دي، وهو انت نفسك. يعني هو اللقاء ده مش بس هيغير نظرتك عن محمد رمضان، لأ ده كمان هتستفيد منه بالنسبة للحياة العملية. هيغير نظرتك في حاجات كتير. جامل في اي شيء الا شغلك. تعرف ان القرش حتى هو نايم يتحرك؟ القرش لو وقف يسبح يغرق. هو انا كنت سايب ده كله ومركز في اللعبة الصغيرة خالص قوي دي؟ ده في حاجة اكبر بكتير. وأكبر حاجة بتثبت لك إن الناس عامة يعني بتحاول تحبط أي حد عايز ينجح أو مصدق في حاجة معينة، هو اللي حصل مع محمد رمضان. تخيل إن واحد بموهبة محمد رمضان دي واتقال له سيب التمثيل لناسه. سيب التمثيل لناسه. من وجهة نظري تتفق أو تختلف معايا، ده وارد، بس محمد رمضان ده أكتر واحد فاهم اللعبة صح. فالدنيا انا بحس ان هي لعبة ليها قانون، ولكن هي لعبة. فانت قرش بجد والله، بعيد عن الهزار، اللي ما شافش اللقاء ده كلمة فايته كتير مش هتديه حقه.